السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. حديثنا النهاردة يا اخوانا عن الحسد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحسد في القرآن الكريم. إذن الحسد موجود، وعندما وصف الحق سبحانه وتعالى الحسد واستعاذ به، وصف الحسد بالشر. إذن ليس هناك أسوأ ولا أضر من الشر. يعني الحسد شيء موجود وتأثيره سيء جدا، يقع من الحاسد على المحسود. هذه قضية مسلم بها. أنا كنت من فترة أؤمن بالحسد، لكن مش مهتم. يعني حد يقول لي يا عمي ده في حسد، ولكن ما كنتش في اعتقاداتي. ولكن بعد التجارب يعني كنت أقول هتحسد على إيه اللي يحسده. ولذلك يا اخوانا النهارده رسالة للناس. يعني اي حد ممكن معرض ان هو يحسد حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى والله وجد هناك آية تقال: اذا قيلت على شيء تقيه من الحسد. يعني انت ممكن تشوف حاجة تخاف من نفسك على نفسك، وده الناس اللي عندها يعني حرص على انها ما تكونش مصدر ضرر لحد. اذا قلت على حاجة جميلة عجبتك وخفت انك انت تحسدها، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله على شيء، وقيت نفسك أن تكون مصدر حاسد، والعياذ بالله. حفظنا الله وحفظكم. ده من الشق الديني حضراتكم، وأنا مش عالم دين حضراتكم، ولكن اجتهاد لعلي أصيب إن شاء الله. لكن حضراتكم كنا بنقول مثلا إيه، فيه ناس كده سبحان الله بتستفال منها. يعني فيه ناس لما تشوفها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بالك كده معروف عنه أنه ممكن يكون حاسد، ويكون مصدر ضرر لناس، مصدر ضرر لشيء. والحسد ممكن يكون على أتفه شيء. يعني ممكن أنت عندك تمتلك شيء في شخصيتك، مش شيء مادي ملموس، ممكن يكون شيء معنوي، ممكن تحسد عليه. هذا وارد وهذا موجود. وزي طلعت الأمثال كتير على سبيل الدعابة، بيقول لك بركاتك يا ابن الفقرية. زي ما كان محمود عبد الغفار في فيلم مع محمد هنيدي، لما كانت في ست كبيرة بتبص من البلكونة، بيقول الست دي كبيرة لكن صحتها كويسة، ففجأة انهارت من البلكونة ووقعت. وفيه ناس سبحان الله أقدامها سيئة. يعني فيه ناس تروح على مكان يكون مثلا كويس، تكون نذير شؤم، يكون هبوطها على المكان نذير شؤم، يكون. وعلى كذلك برضو في المحلات التجارية، وكذلك برضو على الأموال. يعني ممكن حد يحسد في ماله، في أبنائه، في صحته، في أي شيء. ففيه ناس كده نماذج سبحان الله، تجد أنك تستعيذ منها. نماذج من الناس تبقى خايف منها، لأنها زي ما بيقولوا بتكون سرها باتع. وزي ما قال محمود عبد الغفار في الفيلم، الست الكبيرة دي صحتها كويسة، كبيرة في سنها كانت صحتها كويسة، فجأة انهارت، وكان أي حاجة بتبص عليها كانت تتحسد. إذا الحسد موجود. ويقول لك مثلا من ضمن الأمثال اللي ارتبطت بالحاسد، يقول لك يا عم ده عينه مدورة. وفي بعض الأماكن في بلادنا العربية، يعني على سبيل المثال أيام ما كنت في ليبيا، كانوا يقول لك على مثلا الراجل حاسد ده عينه حرفة. يعني عينه حرفة يعني إيه؟ عينه بتحسد. هكذا تداولت المقولة دي، ما كانت موجودة في ليبيا، إن يقولوا على الحاسد ده عينه حرفة. وإحنا عندنا في مصر هنا بنقول عينه مدورة. وممكن في بعض البلاد العربية تختلف، لكن الحسد موجود وجزء أساسي من الحياة. وقانا الله وقاكم شر الحسد. وحضراتكم يعني يحكى، يعني في قصة ظريفة كانت بيقول لك إن كان فيه راجل يتمتع بالثراء، وكان له قافلة من الأغنام، قافلة من الأغنام. وكان فيه راجل في المدينة مشهور إنه هو بيحسد. يعني مشهور إنه هو إذا نظر إلى شيء جابه أرض، يعني يكون مصدر حسد.
ففي واحد كان متضايق ان الراجل ده عنده ثروة وعنده قطيع كبير من الاغنام، فاستعان بهذا الرجل على اساس ان الراجل ده يحسد صاحب الاغنام وصاحب قطيع الاغنام الكبير ده. فاتفق معاه وقال له هننتظر الراجل اللي معاه القطيع وهو جاي، انا عايزك تبص عليه وتحسده بحيث ان كل ثروته تضيع. هذه من الفلكلور العربي يعني، الله اعلم مدى صدقها، لكن دي يعني كناية عن الحاسد. فاستعان بيه فوقفه، فالراجل كان جاي من بعيد، فالراجل اللي هو مستأجر الحاسد ده عشان يحسد صاحب القطيع بتاع الأغنام والإبل، فقال له هو جاي من بعيد هناك. فالحاسد قال له ياه، هو أنت عينيك جايبة لحد هناك؟ فعمي من استأجر الحاسد. هذه على سبيل الفلكلور، الله أعلم مدى صحتها. فإذا الحاسد النهاردة ممكن يحسدك على أبسط شيء. وقال الله ووقاكم شر الحسد، ده كان على سبيل الدعابة. هذه قصة الله أعلم، تراثنا العربي مليان من القصص الكثيرة اللي زي كده. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للحسد. وفي برضه من ضمن الأمثال اللي موجودة عندنا يقول لك العين فلقت الحجر، يعني العين جعلت الحجر ينكسر. إذن مدى قوة الحسد جسدها الحق سبحانه وتعالى بكلمة شر، وأعتقد أنه ليس هناك أكثر ضررا من كلمة شر. وقانا وقاكم الله سبحانه وتعالى شر الحاسدين. وفي ناس كده سبحان الله بتبقى آدمها سيئة زي ما قلنا، يروح مكان يخرب. ولذلك هنسمي الفيديو ده بركاتك يا ابن الفقرية. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.